السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهارده إن شاء الله هنجاوب على سؤال محير الناس كلها، دايمًا اللي بيربي فراخ بيسأل السؤال ده لأنه بيتعرض له وبيسمع كلام يمين وكلام شمال وآي ولأ ونعمل كذا وما نعملش كذا، فالنهارده إن شاء الله هنقول إمتى نشيل الفرشة اللي تحت الفراخ، وهل لو شيلنا الفرشة دي الفراخ هتتأثر، هتتغير، هتتعب والّا لأ؟ مبدئيًا كده أول ما بنقول للناس شيل الفرشة اللي تحت الفراخ بتلاقي اللي طلع يقول لك لأ ما ينفعش تشيل الفرشة إزاي؟ الفراخ بتاعتنا هتتغير، ده الفراخ بتحب ريحتها، ده لو غيّرت الفرشة لازم الفرخ يتعب معاك، ده هيسهل مش عارف إيه، كل الكلام ده لازم تعرفوا إنه كلام في الفاضي، لازم تعرف إنه هجص وخلاص، كلام ما لوش لازمة، لإن الصح إن إحنا أول ما بندخّل الفراخ بتاعتنا بنفرش الفرشة حسب ارتفاع الفرشة بتاعتنا بيبقى حسب الجو، يعني في الصيف بتبقى 5 سنتي، في الشتا بتبقى ارتفاع الفرشة 10 سنتي على أساس إن هي تدفّي وكده. طب إحنا حاليًا الأيام اللي إحنا فيها ديّة درجة الحرارة عالية زيادة عن اللزوم، الفراخ اللي قدّامكم دي عمرها النهارده 27 يوم، الفرشة ما شاء الله زي ما أنتم عارفين وزي ما قُلنا في فيديوهات كتير قبل كده، الفرشة بتاعتي بتفضل معايا تمام طول ما أنا باقلّبها، يعني كل أمّا أدخل لازم إن أنا أقلّب الفرشة بتاعة الفراخ تقليب كويس، التقليب ده بيفيدني إن أنا بيخلّي الفرشة دايمًا تحت الفراخ ناشفة ونضيفة، كده التهويات مفتّحة فالهوا بيدخل بيخبط في الفرشة بينشّف لي الفرشة، بيخلّي إن شاء الله ما فيش عرق ولا رطوبة ولا الكلام ده. ويا ريت بقى ما تضحكوش علينا الخواجة وتقول لك لأ ما ينفعش إن إحنا كمان نقلّب الفرشة، الفيديو قدّامكم أهو الراجل بيقلّب الفرشة ما شاء الله بمَكَن يعني كمان مش تقليب يدوي زي ما إحنا بنقول، تمام كده؟ يبقى أنا فرشتي طول ما هي موجودة أنا باقلّب الفرشة تحت الفراخ عشان تفضل ماشية معايا ناشفة ونضيفة طول الدورة. طيب حصل إن الفرشة خلاص ما بقتش نضيفة، الفرشة معرّقة، مرطّبة، فيها حتت بدأت إن هي تكلكع أو تلبِّد في الأرضية، يبقى في الحالة دي لازم أشيل الفرشة، لو ما شِلتش الفرشة هتعمل أمراض معوية كتير، وهتعمل أمراض تنفسية، هتلاقي الفراخ بقى بتاعتك بتعطس، بتكُح، بتخنفر، الحاجات دي كلّها. لأ ده زيد بقى على كده إن إحنا في الأيام الحَر اللي إحنا فيها دي، هتلاقي كمان الفراخ ما بقتش قادرة تتنفّس، بتلحلح بشكل جامد جدًا، الفرشة يا عم مش نضيفة، معرّقة، رطبة، طيب ما الرطوبة دي كلّها هتطلع على صدر الفرخ وهتطلع على الفراخ، فهتبوّظ معاك الفرخ، وهتعلّي درجة حرارة المكان، لو كان المكان عندك درجة الحرارة فيه 35 هي في الطبيعي عندك 40 لإن الفرشة عاملة رطوبة عالية زيادة عن اللزوم. والحاجة دي إحنا مش بنحس بيها، أنت بتدخل أو أنتِ بتدخلي على الفراخ بتبقي واقفة، حتى لو قعدنا على الأرض إحنا برضه مش واصلين للفرشة في حاجة، لكن الفرخ اللي هو ارتفاعه أصلًا يا دوب 20 سنتي ده، أقصى ارتفاع وصل له هو ال20 سنتي اللي فوق الفرشة دول، فده بينطر عليه رطوبة عالية وريحة عالية، فبتبهدل معاك الفرخ، فإحنا نعمل إيه؟ لازم أول ما أوصل للمرحلة دي أشيل الفرشة، أشيلها خالص أغيّرها وأنزّل مكانها فرشة نضيفة. والله يا جماعة الفراخ هتدعي لكم، يعني الناس اللي بتبقى خايفة من الموضوع ده وتقول لك أنا خايف ده أنا لو شِلت الفرخ هيتغيّر معايا والكلام ده، الفرخ هيدعي لك، أنت سايبه في مزبلة، في ريحة وحشة، في رطوبة عالية، في حاجة بتنطر عليه حرارة، لمّا تشيل الكلام ده كله وتنزّل شوية فرشة خفيفة نضيفة، تبتدي إن هي تشرب معاها الرطوبة بقى اللي بتنزل من الأخراجات بتاعته وشوية المَيّة اللي بتوع الكلام ده، فأنت بتضبّط له الجو بتاعه، بتضبّط له الظروف، بتساعد الفرخ إن هو يضبط معاك، فالفراخ فعليًا هتدعي لك يعني. تعالوا كده بقى نعمل zoom in على رجل أمينة، قصدي على الفرشة، زي ما أنتم شايفين بُصّوا الفرشة يا جماعة عاملة إزاي، دي شكل الفرشة اللي لازم تتشال، أنا كده كنت باقلّبها طول الدورة زي ما قُلنا، فالفرشة ماشية معايا تمام وحلوة وناشفة وكل حاجة، لكن مليانة وسخ، ما بقتش نضيفة، الفرشة كلّها غمقّت زي ما أنتم شايفين أهو، يبقى في الحالة دي لازم أشيل الفرشة، ما ينفعش إن أنا أسيبها تحت الفراخ بتاعتي. والحالة التانية طبعًا اللي هي لمّا تكون الفرشة عندك معرّقة ومرطّبة، يبقى برضه لازم إن هي تتشال، الحمد لله دي مش عندنا لإن إحنا بنقلّب الفرشة طول الدورة. وخدوا بالكم برضه إن تغيير الفرشة محتاج شوية فَهم برضه، يعني ما ينفعش إن أنا آجي في عِز الحَر الفراخ بتلحلح ما هياش قادرة تتنفّس وأقوم قايل لمّا أطلع أغيّر الفرشة في التوقيت ده، أو إن أنا أكون مقفّل أو أكون سايب الفراخ في الحتّة اللي أنا باغيّر فيها، لأ ما ينفعش الكلام ده. فلمّا آجي أغيّر الفرشة يكون لا إمّا الصبح بدري، لا إمّا العصرية في الطراوة آخر النهار، مفتّح كل التهويات بتاعتي، حد يكون معايا يبعد عني الفراخ أو أعمل حجّازة أو أخرّج أصلًا الفراخ في مكان تاني برّه، باغيّر الفرشة بتاعتي وبعد كده بانزّل الفرشة الجديدة، وبعد كده بادخّل الفراخ على الفرشة الجديدة تمام، لإن غالب الناس اللي بتخاف من تغيير الفرشة هم وقعوا في غلط من الحاجات دي، لا إمّا إن هو المكان بتاعه كان مكتوم، الفرشة كانت عاملة ريحة، فلمّا جه غيّر والفراخ موجودة أو هو مقفّل. الريحة دي طلعت على صدر الفراخ، خلّت الفراخ جالها برد أو تعبت معاه، لمّا بنيجي نغيّر لازم نخرّج الفراخ برّه، أو لو هي موجودة أخلّي حد معايا يبعد عني الفراخ والتهويات تكون مفتحة. تعالوا بقى شوفوا الفراخ بتاعتنا إحنا خلاص أهو غيّرنا الفرشة بتاعتنا شِلناها ونزّلنا الفرشة الجديدة بالليل، حاليًا إحنا بالليل، يعني أنا مغيّر آخر النهار زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله شايفين انتشار الفراخ، الحيوية، الحركة.
حاجه تفرح. فراخ النهارده عمرها 27 يوم، ده فرخ 27 يوم، حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه تعجبكم يعني. حتى حل الفراخ قدامكم اهو بيرد على الناس اللي بتقول لا ما ينفعش ان احنا نغير الفرش. الفرخ ما شاء الله بيجري وبيلعب مبسوط فرحان، يعني عاوز يقول لك كمان اديني كمان يعني. فتغيير الفرش حاجه مهمه جدا بالنسبه للفراخ. النهارده عمره 27 يوم، الثلاث ايام اللي جايين دول 27 و28 و29 بنشتغل املاح معدنيه طول النهار والف دال 3 ايام بالليل. بالنسبه للناس اللي بتقول انا مش عاوز احط علاجات، ما عندناش مشكله، ممكن انت تحط عسل اسود 3 ايام بس بالليل، معلقتين على السقايه. بس زي ما بنقول دايما في تربيه الفراخ لازم اشغل الاعشاب مع العلاجات، احط الاملاح. وبعدين على فكره الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي بسيطه جدا ورخيصه، يعني ازازه الاملاح وازازه الفيتامينات اللي هي العاديه تعمل لها بتاع 10 جنيه 15 جنيه، حاجه بسيطه يعني. وما شاء الله نتيجتها ممتازه والتركيز بتاعها مش عالي. يعني الناس اللي خايفه ان هي تحط علاج كتير للفراخ، لا ده هي بتحطها ما فيش ميه بيضاء بعدها يوم بالظبط ولا كانك حطيت حاجه، لكن الفراخ بتاعتك هتستفاد وهتبقى ماشيه معاك تمام ان شاء الله. 2 سم املاح معدنيه على اللتر بالنهار، سنتي واحد الف د 3 ايه على اللتر بالليل، لمده الثلاث ايام الجايين دول ال 27 28 29 تمام. مش عاوز تحط علاجات، حط معلقتين عسل اسود على سقايه الميه بالليل الثلاث ايام الجايين دول بس، وهتلاقي الدنيا ماشيه معانا تمام باذن الله. حاجه تانية بقى يا جماعه لله عشان خاطر الفراخ دي ما تدعيش عليكم، اوعوا اي حد يقفل اي تهويات في الايام اللي احنا فيها دي بالليل كمان بالاخص، لان في ناس دايما بتيجي تسال الحته دي. جو حر بالنهار، طب انا هفتح بالنهار والدنيا تمام وبتاع، طب بالليل انا عاوز الم بالليل اصل في نسمه هواء الفجريه الجو بيبرد. الكلام ده كلام فاضي، الكلام ده كلام فاضي. سيب التهويات كلها مفتحة طول النهار، هتيجي بالليل هتقومي برضه سايبة التهويات مفتحة كلها طول الليل. وخصوصا للفراخ البيضاء بعد عمر 10 15 يوم ما ينفعش تقفلي عليهم حتى بالليل. بالنسبة للفراخ اللي قدامكم دي الفراخ الساسد عمرها النهارده 27 يوم، انا سايب اصلا التهويات بتاعتي مفتحة نهار وليل، لو عندي خمس اربع فتحات تهوية متفتحين كلهم بالنهار وبالليل من عمر 15 يوم تمام. فلازم نسيب التهوية بتاعتنا مفتوحة على الفراخ نهارها زي ليلها، ما نقفلش عليهم حاجة خالص. احنا في عرض شوية هوا نضاف نشمهم، فما بالك بقى بالطير اللي هو أصلا يعني ما بيعرقش، ما بيقدرش إن هو يطلع الحرارة اللي في جسمه دي بره. دايما محتاج عامل خارجي يظبط له جسمه، محتاج أي حاجة هي اللي ترطب جسمه، بشرب المية إن أنت بتغير المية طول النهار بمية ساقعة، بالتهويات الزيادة إن احنا مفتحين التهويات بتاعتنا بالنهار زي بالليل تمام. وحتى لو درجة الحرارة نزلت شوية بالليل ايه الضرر يعني، ايه اللي هيضر الفرخ؟ هو اصلا طول النهار درجة الحرارة بعينات، لما تيجي بالليل تنزل شوية تبقى حاجة وعشرين، ده مصلحة، ده هو ده الوقت اللي هيفوق معاك فيه. فانت طول النهار الفرخ مضغوط وبتديله على دماغه وعامل عليه حصار ومقفل عليه ومجوعه طول النهار اصلا، يعني حاجة الله المستعان. تيجي بقى بالليل ربنا بيكرمه بشوية الهوا اللي يجوا دول، سيب الدنيا مفتحة، هوي فتح على قد ما تقدر، ونزل العلف بتاعك هيسحب معاك الاكل بالليل فهيبان عليه، هيبان على جسمه. كده بقى احنا بفضل الله خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. ان شاء الله الفيديو الجاي هنعرف هنمشي مع الفراخ ازاي فترة ما بعد ال30، شكل الفراخ، احجامها، نظام التربية، الحاجات دي كلها هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اللي محتاج اي حاجة يبعتها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.